شايف الكاسة الجميلة دي؟ رقيقة قوي وبتتحمل وبتشيل كتير، ممكن تحط فيها مية، عصير، شاي، اي حاجة انت عاوز تشربها. بس رقيقة قوي، ممكن تتكسر بسهولة رغم ان هي بتتحمل كتير. ممكن حاجة بسيطة ما تكونش عامل حسابك فيها تكسرها وتفتتها. اوريك بتتكسر ازاي. فين لما اتكسرت ايه اللي حصل؟ بقت حتة كبيرة وحتة صغيرة. حاولت اجيب صمغ كده والزقها عشان ارجعها زي ما كانت بس معرفتش، فشلت. زي قلب الست بالظبط. بيبقى شكله حلو قوي وبيتحمل كتير وبيتحمل فوق طاقته. بس لو اتكسر مهما حاولت مش هتعرف ابدا ترجعه زي ما كان. فعشان كده اوعى اوعى تكسر قلب الست مهما حصل، لانك بعدها مهما حاولت ان انت ترجعه زي الاول عمره ما هيرجع زي ما كان. يلا بينا اعرفك على الحاجات اللي بتكسر قلب الست عشان تتجنبها. اول حاجة ممكن تكسر قلب الست وتدمره: الخيانة. خيانة الكلمة وخيانة النظرة وخيانة المشاعر والخيانة الجسدية. كل الحاجات دي بتوصلها احساس ان هي ملهاش قيمة وملهاش لازمة، وانك فضلت واحدة تانية عليها بيوجعها قوي وبيكسرها، وابدا ما بيرجعش قلبها زي ما كان. اياك والخيانة، لانها جريمة عند الست لا تغتفر، ولو غفرتها بتبقى متدمرة وبتبقى مجبرة. فبلاش بلاش الخيانة. رقم 2: الأذى. الأذى الجسدي أو الأذى اللفظي، الاتنين بيوجعوها جامد. سواء انت اتعديت عليها بالكلام وطول الوقت بتشتمها وبتشتمها بأهلها وبتجرحها بالألفاظ، او ان انت تعديت عليها بالضرب والإهانة. دي حاجة كمان بتوجعها قوي وبتحسسها ان هي سوري زي الحيوانات اللي انت ممكن تربيها في البيت، بس بيقلل من قيمتها قدام نفسها وبيقلل من ثقتها في نفسها. رقم 3: المقارنة. انك طول الوقت تفضل تقارنها بغيرها، حتى لو غيرها ده هي بتحبه وبتقدره هتكرهه من كتر مقارنتك بيها. لو قارنتها حتى بصاحبتها، باختها، بجارتها، بمامتك، باختك، اي حد من دول. المقارنة بيوصل لها احساس ان هي مش مالية عينك، مش مالية نظرك، مش كفاية بالنسبة لك. فبلاش تقارنها بأي حد. رقم 4: النقد المستمر. طول الوقت بتنتقد عليها في تصرفاتها، في طريقة كلامها، في طريقة أكلها، في طريقة لبسها، في طريقة مشيها، كل حاجة مش عاجباك. ده كمان بيفقد ثقتها بنفسها جدا. والنقد المستمر ما بيولدش حاجة غير الكره مع الوقت. فابعد عن النقد. 5: السخرية من رأيها والاستهتار بيه. دي حاجة وحشة جدا. ده بيخليها مش عايزة تتعامل مع حد بره، لانك طول الوقت بتسخر من رأيها، طول الوقت بتستهزأ بيه، طول الوقت ما بتاخدش بأي كلام هي بتقوله. فده بيوصلها لمرحلة ان هي اي حد هتتعامل معاه بره هيتعامل معاها بنفس الطريقة اللي انت بتتعامل بيها معاها. فعشان كده بتبقى مش عايزة تتعامل مع حد وتقفل لنفسها وتوصل لمرحلة اكتئاب. 6: ودي نقطة مهمة جدا جدا: التجاهل. انك تتجاهلها بالساعات، والتجاهل ده كارثة كبيرة قوي. تفضل مشغول عنها بالموبايل، تفضل مشغول عنها بشغلك، تقعد تكلمك انت مش حاسس بيها، ساعات كمان تقوم من المكان اللي هي موجودة فيه مجرد ما بتدخل فيه. التجاهل ده بيخليها تلجأ لحاجات مش كويسة. ممكن تلجأ ان هي تعوض ده بطرق غير شرعية، ان هي تلجأ ان هي تتكلم مع حد عشان يعوضها الحرمان اللي هي مفتقداه معاك. ما تبقاش سبب في ان انت تخليها تلجأ لحاجات مش كويسة. ما تبقاش سبب في انك تكسر قلبها. ما تبقاش سبب في انك تدمرها. ما تبقاش سبب في انك تجيب لها اكتئاب وانك تخليها تفقد ثقتها بنفسها. زي ما انت عاوز ان هي تتعامل معاك اتعامل معاها. اللي انت عاوز تاخده منها اديهولها الاول عشان هي تقدر تديهولك. عبر لها طول الوقت عن حبك وعن حنانك. بلاش تكسرها. قلب المرأة زي ما انا قلت لك كده حاجة رقيقة قوي، لو اتكسرت مهما حاولت مستحيل تعرف ترجعه زي ما كان. وبس. يا ريت نعمل بالنصايح دي ونحافظ على قلب كل الستات، عشان هما يعني رفقا بالقوارير زي ما سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك، ولو انتم مش مشتركين في القناة يلا اشتركوا فيها حالا. واشوفكم على خير في فيديوهات جديدة. سلام.